بسم الله الرحمن الرحيم. الفرق بين الغار والكهف: الغار لا يتسع إلا لشخصين أو ثلاث. يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. الكهف أوسع من الغار، وكان به أصحاب الكهف. الغار يكون غالبا النزول فيه لأسفل عند الدخول، أما الكهف فيكون في مرمى البصر وترى ما فيه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار لم يتمكن المشركون من رؤيته. أما أصحاب الكهف فقال الله عنهم: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، يعني مجال للرؤية في الكهف أوسع، ولذلك سهل الاطلاع عليهم. الغار فيه فتحة واحدة، أما الكهف فيه أكثر من فتحة.